كلها عن الاخوان. الناس لو تقرا المشهد ده، لو تشوف الشعب المصري زي ما مصطفى قال بكل فئاته وبكل انتماءاته وبكل موجود عشان يعبر عن الوحده. وانت بتقول كلام كده حسيت ان ممكن يكون عندك موهبه الشعر، نختم بيها لو عندك. نختم بيها. دي كاميرتي؟ طيب انا طبعا سعيد كنت مع حضرتك النهارده. ده احنا سعداء بيك يا ربنا يخليك. انا بس يعني مصر جميله ومصر عظيمه باهلها وشعبها، وعايز اقول للناس اذا مصر قالت نعم ايدوها، وان اعلنت لاءها فاسمعوها، فمصر منزهه في الارب، ومصر العلا وضمير العرب. الى ارضها لجأ الانبياء، وفرعون معجزه في البناء، وأوصى الإله بها العالمين، وقال ادخلوا أرضها آمنين. ما شاء الله. حمى الله نيلها من كل عادي، وجنب شعبها غزو الطغاة. فيا رب يا رب بارك لنا في مصر الحبيبة، وكن معها في الليالي العصيبة. يا رب يا مصطفى، يا رب، وربنا يبارك في الشباب. هو ده نبت شباب مصر، وهو ده مستقبل مصر ان شاء الله. نورتوني النهارده، سعيد كنت سعيده جدا بشكرك معايا في هذه التغطيه، وشرف لينا كلنا كمصريين ان احنا نشارك في هذه الاحتفالات العظيمه لتلك الثوره العظيمه. عاشت مصر، والله عليك يا مصر، وانت منوره بالنصر، بنصر المصريين بارادتهم، بانتصار ارادتهم اللي موجوده في الميادين. يا رب انصرنا جميعا، ويعني امنا، لان الناس امبارح كانت حاسه بحاله من الفزع، لكن ان شاء الله نصر الله البيوت كلها يعني مرت بليله، لكن ليله عصيبه، لكن النهارده فرح يعني ليله عظيمه يا مصر ان شاء الله. بشكر حضراتكم. الاستاذ خالد الزعفراني الخبير في شؤون الحركات الاسلاميه، نورتني النهارده، وايضا هنقول الزميل قريبا ان شاء الله اشوفك، لانك عندك موهبه. لا ازاي، عندك موهبه ونورتني النهارده. مصطفى المنشاوي الصحفي الصغير، ان شاء الله يكون عنده برنامج قريبا ان شاء الله ينافسنا بقى، ما نقدرش على المنافسه. شكرا لكم واشوفكم على خير، وهذه تحياتي وتحيات زملائي في اسره عمل هذه التغطيه.